انا حسيت انه حاله الانسجام ما جاتش غير في جوان الاهلي، انما في جوان الزمالك على دقيقته وعلى خطوته هو بس كده، لا في الزغلول ولا في الحب ولا في كعبه متحني ولا الاهلي، بس هو اللي خد المتحني والزغلول. احنا خدنا ايه؟ سكتته ووقفته ودقيته بس كده. ايوه، لا واخدت واحده تانية مهمه جدا. لما مصطفى فتحي حط الكوره في المقص قلت ايه؟ قلت لا الشناوي ولا 10 زي الشناوي يعرفوا يمسكوها. ايوه برضه ما كانش فيها القيمه، ما فيش حته الزغلول برضه، يعني ما اديتناش برضه احنا حته زغلول من عندك. كن عادلا يا كابتن، يعني ادينا برضه من عندك حاجه يعني. عايز اقول لك حاجه صغيره بعد اذنك يعني. اتفضل يا فندم. مثل جميل كده بالعربي وله جمله بالانجليزي، انت استاذ فيها. لما يقول لك ايه؟ كل يرى الناس بعين طبعه، لهذا لا تنتظر من الخبيث ان يراك نقيا، ولا من الشرير ان يراك طيبا، ولا من البخيل ان يراك كريما. الجمله بتاعتها المثل الانجليزي المعروف everyone sees people with his own eyes. انا لم اكن اقصد الا افضل النيه، لكن لما يطلع المتحدث الرسمي بتاع نادي الزمالك مع كل الاحترام ليه، يعني لما بيان الزمالك يطلع يقول ان مدحت كان متحيز، احترم واقول له تعالى يا استاذ حسين نتفاهم انا كنت متحيز في ايه. ده انا يا راجل قلت مليون جمله تشجيع للزمالك، لما قلت ان ده ماتش ويعدي، ولما قلت ان الدوري لسه بدري. لا انت طبطبت علينا، عندك حق، يعني انا من الناس اللي كلامك وقلت ما احنا لسه في اول الدوري كل الكلام الحلو ده الطبطبه. لا كان في طبطبه في الاخر. قلت الشاطر اللي يضحك في اخر الدوري. قلت حاجات كتير جدا جدا، لكن هم اللي زي ما انا قلت بقى الخبيث اللي عايز والشرير اللي لما يطلع بقى يا استاذ عمرو المتحدث الرسمي المحترم، وافترض ده راجل مثقف، يطلع يقول ان الزمالك معترض على تعليق مدحت انه كان متحيز، ماشي هقبلها منك وهتناقش معاك، لكن لما تطلع تقول كلام ما يخشش البيوت يا اخي عيب. لازم تكون مثقف ولازم تعرف على هو سعد زغلول الزعيم، هو زغلول ده عيب؟ هي فاتن حمامه مالكش دعوه بسعد زغلول ومدام فاتن حمامه، ما لهمش علاقه يعني انت كده بتفسر اكتر. طب هو الزغلول الاحمر الزغلول الاحمر في مشكله يا راجل؟ يعني احنا بس مع الاسف هم الاهلاويه شطار على السوشيال ميديا وعملوا موضوع، وانا اشوف ان اذا اخذنا المواضيع بلطف كلنا الدنيا تبقى لطيفه والله العظيم يا استاذ عمرو، ونضحك وننبسط مره مع الاهلي. خليني اقول لك حاجه بجد. القضيه انه المباراه كان فيها جرح، انت فاهم ازاي؟ فلازم. السلام عليكم يا جماعه، مداخله ناريه مع مدحت شلبي مع الاستاذ الكبير عمرو اديب. اتمنى يا اصحابي تعملوا اشتراك في القناه وشيروا الفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.